وإن واحد يريد يشتري سيارة يوديها لمركز الفحص، حتى لو سمعت إنه تقفيص أو كذا، هو مو تقفيص، هو راح يتحمل مسؤولية سيارتك اللي راح تشتريها. ياخذ 20,000 أو 50,000، يسد الباب، يخلي الباب مفتوح، يفحص بقلم، يفحص بعينه، يفحص بخبرته، يفحص بسونار، هو المسؤول. فما أعتقد يورط روحه على مود مبلغ بسيط، يورط عشيرته بقوامه إذا طلع السيارة بها غير شيء. فأفحص سيارتك عند مختص أفضل، حتى تتجنب هاي الكلاوات مال الشبر ومال الخشم. وأكو شغلة ثانية شباب هواي يسألوني بها على الخاص أصدقائي، شنو أفضل منظف للبخاخات عن طريق الوقود، يعني تخليه ويا البنزين حتى ينظف. هواي أكو منتجات بالسوق وأكو بيها يعني بيها مادة الثنر ينظف، بس يدمر الربلات مال عبوة الفيت بوم، وكذلك الربلة مال الولف الراجع والربلة اللي براس البخاخ، لأن هذا ياكلها يعني يذوبها. أفضل شيء حسب خبرتي الشخصية أكو منتج اسمه ايزي بترول تريتمنت، هذا يكسر روابط الترسبات اللي موجودة وتصير ناعمة، تطلع ويا الاحتراق بدون ما تشلب بشيء. فهذا كلش ممتاز للتنظيف من خلال خزان الوقود، تقدر تستعمله بكل أمان، ما يأذي الربلات لأن ما بيه ثنر. فهذا المنتج شلون تستعمله؟ من يصير ربع بالتانكي، ربع بنزين أو ربع ديزل، لأن أكو حتى للديزل. وبالنسبة للديزل يفتت حتى جزيئات الماء يكسرها، وللبنزين نفس الشيء، يفتت الترسبات اللي موجودة من الفيت بوم لغاية البخاخات، يخلصك من عندها. تخلي ربع بالتانكي، من يصير ربع بالمؤشر، تضيف هاي المادة بالليل، يعني تبيتها للصبح بالتانكي على مود تنخلط وتتفاعل ويشتغل مفعولها، وتستعمل البنزين اللي موجود بالتانكي اللي هو ربع تانكي لحد ما يشتعل عندك قلوب البنزين، انه لازم تفول. راح تاخذ اكبر فائدة من هذا المنتج. هذا منتج فعال ومجرب. تحياتي واحترامي. العراقي والله ما أدري.